اللي يعمل قصادك القراقيش وتبقى طرية ومش هشة ومش خفيفة وما تقرمش من بره ومن جوه، يبقى بيضحك عليكي. دي مقادير مظبوطة جدا وطريقة ناجحة مليون في المية لعمل القراقيش او المنين سادة وبالعجوة. يلا بينا نبدأ الفيديو، بس ما تنسوش اللايك والشير. في بولة كده عندي بدأت احضر خليط الخميرة. نزلت بمعلقة كبيرة من الخميرة الفورية، عليها 3 معالق كبار من السكر ناعم او خشن، يعني المتوفر عندك. نزلت عليهم بكوبايه من اللبن الدافي. لبن دافي لازم يكون دافي، ما يبقاش سخن قوي عشان ما يموتش معايا الخميره. وبدات يعني اقلب الخليط ده كويس جدا، وهسيبه اغطيه واسيبه في مكان دافي لحد ما تظهر على الوش رغوه ويتفاعل غاز ثاني اكسيد الكربون. وهبدا بعد كده احضر المكونات الجافه. عندي هنا كيلو من الدقيق نخلته كويس جدا. لازم قبل ما اعمل اي وصفة لازم انخل الدقيق كويس جدا بحيث لو في اي حاجة، وفي نفس الوقت عشان ادخل فيه هواء. نزلت على كيلو دقيق بمعلقة كبيرة من بهارات الكهك. هنزل لكم اللينك بتاع تحضيرها في صندوق الوصف تحت اللي يحب يرجع ليها. ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر هيديها هشاشة. معايا 3 معالق كبار من النشا. النشا هتديني نعومة وقرمشة حلوة قوي للقرقيش. رشة بسيطة من الملح، وهبدأ يعني أقلب كل المكونات دي كلها مع بعض. هبدأ كمان أضيف معلقتين كبار من السمسم المحمص. وكده يبقى حضرنا المقادير الجافة. هقلبها كويس جدا بحيث ان المكونات الجافة تمتزج مع بعضها. وهنا محضرة 300 جرام من السمنة، سيحتها كده بحيث انها تبقى دافية مش سخنة يعني. ونزلت بيها على خليط الدقيق. ونزلت كمان بنص كوباية من الزيت حوالي 100 ملي. هكتب لكم كل المقادير ان شاء الله في صندوق الوصف للي يحب يرجع ليها. قلبت بقى السمنة مع الزيت مع الدقيق بمعلقة خشب كده بالشكل ده. بعد كده شلت المعلقة وبدأت بقى أبس الدقيق كويس جدا بالسمنة والزيت بحيث ان كل حبيبات الدقيق تكون متشبعة بالمادة الدهنية. وده شكل الخليط بعد ما يعني بعد ما خلصته. هنا بقى الخميرة ما شاء الله عملت الرغوة بتاعتها وتفاعل ثاني اكسيد الكربون ما شاء الله كده زي الفل. قلبتها كويس عشان لو في اي حبيبات من السكر تدوب كويس جدا. وضفت خليط الخميرة على خليط الدقيق بالسمنة والزيت. تمام. عندي كمان نص كوباية من المية. ضفتها كده تدريجي. وبدأت دلوقتي القراقيش مفيش فيها عجن خالص، يا دوب بس ان المكونات كلها تمتزج كده مع بعض. يعني بحرك كده وبدخل السوائل في الدقيق بصوابعي بس، يعني مفيش فيها اي عجن. تمام. لو احتجت ميه بزود ميه خفيف بحيث بس ان العجينه ما تبقاش رطبه زياده عن اللزوم او طريه، لان لو دخل فيها نسبه رطوبه القريش بتاعتها هتبقى طريه. فانا عايزاها برضو تبقى مقرمشه. فبحاول ان العجينه تبقى متماسكه وزي الفل وفي نفس الوقت مش طريه. بقت بالشكل ده. شايفين العجينه هنا ما شاء الله كده بتقطم، مفيش فيها اي عرق لان احنا ما عجناش يعني ما عجناش كتير. غلفتها بقى بالفريش وغطيتها وحطيتها في مكان دافي. وبدأت احضر خليط الحشو. عندي هنا قالب من العجوة. نزلت عليه بمعلقة كبيرة من السمنة ومعلقة صغيرة من بهارات الكهك. نزلت كمان عليهم بمعلقة كبيرة من السمسم المحمص. ونزلت كمان بشوية من المية الدافية لان العجينة بتاعتي ناشفة واحنا في الشتاء. فعشان افك العجوة نزلت بمعلقة بحوالي 3 معالق كبار من المية السخنة. وبدأت بقى كده اعجنها لحد ما تتكون معايا عجينة بالشكل ده. هنا ما شاء الله العجينة اتخمرت كويس وتضاعف حجمها. شايفين حتى خلاص دخلها هوا وبقت في منتهى الجمال. هبدأ بقى اشكلها. جبت كده قطعة من العجين وبدأت ان انا اشكلها بايديا كده على شكل صباع كبير. تمام. حاولت اسويها كده بالنشابة. وبعد كده قسمتها بصوابع بقطر العجين او بسكينة او باي اداة موجودة عندك. اهو قطعي البيتزا مثلا. شكلي بقى زي ما انت عايزة. حطيت بعد ما شكلت كده القراقيش على الصينية مش مدهونة اي حاجة، لان كمية المواد الدهنية والسمنة والزيت
يعني كافية، لان هي تحمرها من غير ما ادهن الصينية اي حاجة. هنا خدت صباع كده وحشيت حتة عجينة بالعجوة. عايزة اقولك الحشوة دي تحفة وطعمها حلو جدا. يعني معلقة البهارات اللي احنا حاطينها بقى والتوليفة الجميلة بتاعت بهارات الكحك دي بتدي ريحة حلوة قوي للعجينة وللحشو. فردتها شوية كده بايديا وسويتها عشان يبقى سطحها املس وناعم بالنشابة. وبرضو قطعتها بالقطر او بالسكين. لو وصلت لحد هنا من الفيديو ما تنسيش اللايك وتعليق، لان ده كده بيساعدني والله وبيخليني ان انا اقدر ان انا اكمل معاكم. رصيتهم على صينية. هنا برضو خدت حتة عجينة بوريكم ان بالسكينة كمان اسهل من القطر ومن قطعة البيتزا. سويتها كده برضو بالشكل ده، كنت حاشيها عجوة وبدأت اقطعها بالسكينة. ما شاء الله سريعة وسهلة خالص، يعني اول مرة حتى اجرب السكينة، تحفة ما شاء الله. ورصيتها على الصينية ده كله وانا مشغلة الفرن على درجة حرارة 160، يعني اقل من المتوسط. بالشكل ده حبيت ان انا اعمل معاكم شكل تاني. فردت قطعة من العجين وشكلتها بالشكل ده كده، وجبت قطعة من العجوة برضو فردتها بنفس الطريقة، سواء على مفرش او على اي قطعة بلاستيك. وبدأت احط الرق كده من العجوة على العجين عشان دي اللي اعملها سمبوكسات. اه بالشكل ده. خدت بقى طرف العجين اللي هو الفاضي قلبته على الناحية التانية. ظبطتها كده بالنشابة. وعندي قطاعة كده اللي هي قطعة العجين اللي هي المربعة دي. انا كنت عملت معاكم القراقيش قبل كده من حوالي سنة تقريبا او من سنتين. هبقى احط لكم برضو اللينك تحت في صندوق الوصف اللي يحب يشوف الفيديو الاولاني يعني. وقطعتها كده مثلثات. عايزه اقول لك بقى ريحه وطعم في منتهى الجمال. اهم حاجه هدي النار عليها خالص بحيث انها تبقى مقرمشه وتكون مستويه كويس جدا. طريقه سهله بسيطه جدا، ما تكسليش بقى وقومي اعملي شويه منين كده وده في بيتك. بجد طريقه جميله والنتيجه مضمونه وفي منتهى الجمال. اتمنى يكون الفيديو عجبكم وطريقتي كمان عجبتكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير وتعليق، واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.